السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بقى نبدا الفيديو، بس ما تنسينيش بقى بالاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ما تنسينيش بقى باللايك الجميل بتاعك. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان انا كنت غايبه عنكم، يعني بقالي اسبوع او اكتر من اسبوع، مش عارفه انتوا حسيتوا ولا لا. ولكن في ناس منكم دخلوا وكلموني وسالوا عليا، وطبعا فوق دماغي. واتبسطت جدا جدا ان انتوا حسيتوا بغيبتي يعني. وقلت بقى ان انا ايه اطلع بقى النهارده كده اصور معاك، واقوم بقى اشوف بقى كده شغلي واشوف حياتي كده. لاني عايزه اقول لكم عدى عليا اسبوع، يعني مش قادره اقول لكم عدى عليا ازاي. والله حرفيا عارفين اللي هو اصلا كنت كسوله جدا جدا جدا. حتى في البيت، يعني في البيت اللي هو من فوق الوش كده. بعمل اكل اللي هو السريع. ما كنتش ليا نفسي ان انا اقف او إن انا اعمل حاجه. وفعلا فعلا ما كنتش قادره ان انا اصور خالص، يعني إن ساعات انا كنت بعمل حاجات في البيت، بس فعلا ما كنتش قادره ان انا اصور. زي ما تقولي بقى جات لي نفس من التصوير، ما تفهموش كان في ايه. بس امبارح بقى كده قعدت مع نفسي وقلت لا، انت لازم بقى ترجعي تاني لقناتك، خلاص مفيش وقت. حاولي ان انت تعملي حاجه، ده حلمك ما تسيبوش، وامسكي في حلمك. عايزه اقول لكم كمان اللي خلاني كده، يعني اللي خلاني ان انا اكسل كمان عن التصوير التعب. عارفين دور البرد اللي عندي كان مكسر لي جسمي، وكان تعبني جدا، فكان مخليني اللي هو لا، انا مش قادره بجد اعمل حاجه. انا كنت بروح شغلي بالعافيه حرفيا، ولكن شغلي كان لازم ان انا اروحه علشان خاطر انتوا عارفين يعني. لازم دي مسؤوليه عليكي، لازم ان انت تروحي شغلك. برضو اليوتيوب برضو مسؤوليه عليا وكل حاجه. بس اليوتيوب مفيش حد بيقولك لا انت لازم تيجي، لا في خصم، لا في مش عارفه ايه الكلام ده كله. فطبيعي كنت بروح الشغل، وكنت ان انا باحاول ان انا اتعامل ان انا يعني. عارفين انتوا دور البرد، انا مش هحكي لكم عليه، اكيد انتوا كلكم عارفينه. او الدور اللي جاي ده اصلا عامه، يعني الدور اللي جاي ده جاي عندي وعند كندا. فبجد كان صعب عليا. كندا من في فيديو كده كنت نزلته لكم، قلت لكم ان هي كانت فيه تعبانه، وان انا كنت وديتها المستشفى وكده. عايزه اقول لكم من ساعه الفيديو ده يا جماعه، يعني من ساعه التعب ده وهي ما خفتش حرفيا. حرفيا السخونيه تروح يومين وترجع تاني. الدور شغال على طول معاها، مش عارفه ليه. هل يعني ده حصل معايا الشتا دي علشان خاطر انا لسه مستمريه في الحضانه، ولا علشان ايه؟ انا مش عارفه. برضو قولولي في الكومنتات هو ده ليه، يعني ليه ان هي ممكن تخفي بس يومين وبقيت الاسبوع معايا تعبانه. انا ماشيه شغاله على دواء السخونيه، دواء البرد، دواء السخونيه، دواء البرد. ويا جماعه ما بديش ادويه من غير ما الدكتور يقولي، لا بدي الادويه بالدكتور. وكده كده اصلا زي ما انتم شفتوه، انا ساعه الفيديو اللي انا نزلت لكم اللي هي كانت فيه في المستشفى، وديتها مرتين. فمش عارفه يعني. اهم حاجه خلوا بالكم ومشوا بقى على حاجات سخنه كتير. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنعمل كوفي كورنر كده صغير للشتاء حلو كده مع بعض. حبيت بس النهارده ان انا اخرج كده اطمنكم عليا، وادعوا لي ان انا ان شاء الله بكره يبقى في فيديو وبعده. وان انا ارجع تاني نشيطه زي ما انا كنت نشيطه، وكنت كل يوم بنزل فيديو والله يا جماعه. بس ما تفهموش ايه اللي حصل يعني. هو بيجي على الواحد كده بيجيله نفس من الحاجه اللي هو بيعملها. ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. حتى انا قلت لا، انا كمان لازم اقوم علشان خاطر بيتي، يعني اشوف بيتي وبنتي واشوف مصلحتنا. يعني عارفين انتوا اللي هو ايه، خلاص كائن الكسل قاعد على السرير مش قادر يقوم. يعني حسيت نفسي ان انا بقيت كسولة لدرجة غير طبيعية. بس يعني الحمد لله اهي مشيت معايا وقمت وشجعت ان انا اصور. لبست كده قلت لا، انا لازم اقوم اصور واشوف انا هعمل ايه. وزي ما انتم شايفين كده خدني الكلام وما بقولكوش اصلا الفيديو انا عملت فيه ايه. اول حاجه زي ما انتم شايفين كان فيه غسيل كده كتير كده على الركنه. ابتديت ان انا بقى طبقته ودخلت بقى جوه، خلصت كده بقى طبقت كل الغسيل، وقلت بقى ايه لما امسك بقى الركنه كده اديها كده تنفيضه نفضتها. وابتديت ان انا احط عليها مفارش جديده غير الابيض. قلت بقى اشيل الابيض دوت واحط مفارش تانية. جبت بقى المفرش الرمادي ده برضو بحبه يعني. جميل. ابتديت برضو ان انا هفرشه وايه، يعني كتغيير من شكل الشقه، يعني تغيير عارفين اللي هو يعني غيري من اي حاجه على اساس ان انت تحسي ان في روح كده في الشقه. المهم قلت بقى خلاص غيرت كده فرش الركنه. هنا بصوا يا جماعه وانا بدخل
المفرش، راح صباعي ضفري كده اتكسر، بس قلت يلا تمام الحمد لله مفيش اي مشكله. المهم حطيت بقى كده كل حاجه بقى كده، يعني دخلت المفرش كده من كل الجنب عشان خاطر يبقى مظبوط، وبس على كده. المهم يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. نعم يا كوكي؟ مش هتلبسي كده شوية؟ هلبسك الكات شويه. ده حاضر شويه وهلبسهولك. ده حاضر شويه وهلبسهولك. لا ايه ده، جيبي لي واحد زي اللي احنا بنلبسه. حاضر. فكرتوني يا جماعه بمناسبه الكات اللي كندا قالت عليها. عندي مشكله يا جماعه ان هي ما بترضاش تلبس اللبس الشتوي. بجد انا في مشكله، انا مش عارفه اعمل ايه. احنا كل يوم زعيق وكل يوم عياط، يعني كل يوم هي بتعيط بسبب الموضوع دوت. فانا مش مدركه الموضوع، مش فاهمه هنفضل لحد كده امتى. يعني خلاص احنا دخلنا بجد في الجو ساقعه، وانا النهارده يعني مش ملبساها غير قطعه واحده بس، وترنج شتوي بالعافيه بتلبسه بالعافيه، ومش عايزه تقلعه. يعني مش عايزه، قصدي ان هي تبقى لابساه، عايزه تلبس الترنجات الصيفي بتاعتها. فبجد اللي ليه حل في الموضوع ده يكتب لي في الكومنتات، وينجدوا اختكم، يعني انجدوا اختكم بجد، لان الموضوع دخل معايا خلاص في اعصابي، تعبت منه. وابتدى ان انا غصب عني بسبب ان هي مثلا تفضل تقعد تصوت وتعيط وعايزه ايه ومش عارفه ايه، ان انا امد ايدي عليها بسبب ان هي مش قادره تفهم ان احنا خلاص احنا دخلنا في الشتاء. لا هي مش قادره تفهم كده. وبعدين هي مش عندها مش عارفه، هي تسقع، وحتى وهي سقعانه تفضل برضو لابسه ترنج الصيفي. يا بنتي طب البسي جاكيت، لا، وتفضل سقعانه. فانا مش قادره ادرك الموضوع، يعني مش عارفه ده قله خبره مني ولا ايه، انا مش فاهمه. فبجد لو حد عنده حل يقول لي، يعني يقول لي الموضوع ده حله ايه. مش عارفه انتوا سمعتوا الرزعه اللي هي اترزعتها دلوقتي ولا لا، لكن هي كانت جايه تقعد على المكتب بتاعها وراحت وقعت ايه من على الكرسي، وابتدت تعيط. عشان كده بقى رحت فصلت ورجعت لكم ايه تاني. زي ما انتوا شفتوا خلاص خلصت كده فرش الركنه، وابتديت ان انا ارجع بقى كده المخدات كل حاجه كده بقى مكانها، على اساس ان ايه الدنيا كده بقى تبقى ايه متظبطه. حبيت ان انا اول ما ابتدي بس بجزء الركنه دوت، كنت عايزه بقى اظبطه واغير الفرش بتاعه. وقلت بعد كده اشوف هعمل ايه، يعني اللي هو عارفين ابتديت ان انا اروح لما انتي برضو تبقي تعبانه كده او في حاجه، روحي لاكتر مكان فيه كركبه كتير واعمليه عشان تخلصي منه. ليه انا بعمل كده علشان خاطر هو ده فعلا بيبقى اكتر مكان مضايقنا، او اكتر مكان بتحسي ان هو منرفزك، او مش قادره ان انت تقومي اصلا بسبب المكان دوت. ففعلا انا الركنه، انا فعلا ما كنتش قادره اقوم اعمل حاجه بسبب ان الركنه عليها غسيل، وعايز الغسيل عايز يتطبق، وان انا عايزه اشيل الفرش بتاعه وكده. فقلت لا انا هبتدي بقى بالركنه واخلصها، وبعد كده اشوف انا هعمل ايه تاني. يعني انا هروح للمكان اللي هو متبهدل في متبهدل في متبهدل. فهو انا كان عندي الركنه، الجزء بتاع الركنه ده هو بس اللي متبهدل، فقلت خلاص هغير بقى كده الفرش بتاعه واطبق الغسيل واحطه بقى مكانه، واظبط الجزء ده. وبعد كده اشوف الجزء اللي متبهدل اكتر. يعني لو انا خلصت ركنه ورحت بعد كده على جزء المطبخ، برضو المطبخ كان عندي متبهدل، فقلت برضو ايه اخلصه. ليه يا جماعه؟ لان انا اصلا كنت ماشيه هنا بقى بالعلاج، لو انا واخده العلاج في قايمه كويسه، فلا انا عايزه اخلص الحاجه اللي هي متبهدله قوي. لكن الحاجه اللي هي مش متبهدله قوي خلاص هي كده كده اصلا يعني ممكن اعمل فيها حاجات بسيطه بس، وهتبان ان هي ايه نضيفه ما فيهاش حاجه. لكن زي ما انا قلت كان جزء الركن عندي هو اللي كان باين قوي ان هو متبهدل. خلصت كمان الجزء اللي تحت التلفزيون دوت، وهبتدي بقى ان انا كمان اشيل الترابيزه واحطها بقى كده انزلها تحت، علشان خاطر ايه اكنس برضو الارض واشوف هعمل ايه تاني. عايزاكي برضو كده تشجعي وتقومي برضو تخلصي اللي وراكي. بصوا يا جماعه والله العظيم ده انا قلت لكم قبل كده، ادي نفسك فرصه، او تعبانه ادي نفسك فرصه ان انت يعني ترتاحي. لان انا حرفيا لما كنت يعني الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي انا غبته دوت وكنت تعبانه فيه، انا فعلا كنت بضغط على نفسي ان انا اقوم اصور، بس انا مش قادره. يعني انا مش قادره. فبصراحه شلت من دماغي خالص موضوع التصوير، شلت من دماغي خالص موضوع القناه، لان الموضوع ده عمل لي كده ضغط جامد عليا وعلى نفسيتي، وانا اصلا جسديا ونفسيا تعبانه. فما كانش ينفع خالص ان انا اعمل اي حاجه، يعني اللي هو مش هينفع، يعني مش هينفع. هنا بقى الموبايل وقع زي ما انتوا شفتوا، مش هينفع. فقلت لا خلاص انا هشيل كل الكلام ده بقى من دماغي،
علشان خاطر اعرف حتى الاسبوع اللي انا هريحه اعرف ان انا اريح كده بهدوء، ما افضلش ان انا انا مريحه وبرضو ضغط على اعصابي. هي نفس الحكايه، يعني انت لو في حاجه ضغط على اعصابك خرجيها من دماغك شويه عشان تهدي شويه، عشان تقدري تاخدي قرار فيها، يعني عشان بعد كده تعرفي ان انت تاخدي قرار في الحاجه دي. ما تفضليش ان انت ضغط على نفسك وفي نفس الوقت الضغط ده مش هيعمل لك حاجه، وبالعكس انت مش عارفه تاخدي قرار، ضيعتي وقت من يعني كمان ضيعتي وقتك ووقفتي حياتك ووقفتي حاجات مهمه انت بتعمليها. فحاولي ان انت الحاجه اللي ضغط عليكي خرجيها بس من دماغك وقت الهدنه اللي انت بتعمليها مع نفسك. لان انا حسيت نفسي ان انا في هدنه بقى، انا في هدنه، انا عايزه ارتاح كده شويه، مش عايزه اصور اي حاجه، مش عايزه اضغط نفسي بموضوع القناه، عايزه ابقى هاديه كده شويه. فقلت خلاص استجم كده شويه مع اصلا كمان بصوا، يعني بصراحه اقول لكم ده ما كانش برضايا، ده تعبي هو اللي فرضه عليا، يعني التعب، البرد والتعب اللي جالي دوت. وكان كمان عندي يا جماعه موضوع جنابي حرفيا بيموتني، كل يوم جنابي بظهري كده واجعين لي جدا، لازم اخد مسكن علشان خاطر ارتاح. يعني انا ده كمان عايزه اروح اكشف اصلا عليه، لان الموضوع حاساه بقى بيتطور معايا زياده عن اللزوم، فعايزه اروح اكشف عليه. ولو حد يعرف برضو حاجه برضو يقولي في الكومنتات ايه سبب التعب الجنبي بيبقى جامد قوي كده. يعني سمعت ان هو ده قله ميه، بس بحاول والله العظيم على قد ما اقدر ان انا اشرب ميه، ما كنتش بشرب كمان ميه من الفلتر، شغلت دلوقتي الايام دي برضو الفلتر عندي علشان اشرب ميه من الفلتر تبقى برضو ميه مفلتره، ما يبقاش فيها اي حاجه. واديني اهو بشوف ايه اللي هيحصل معايا. يعني زي ما انا قلت لكم والله ماشيه على المسكنات، بس كان لازم يعني ان انا اقوم اشوف بيتي وبنتي علشان خاطر اعرف ان انا اكمل بقيه الايام يعني. المهم زي ما انتم شايفين خلاص شلت بقى الحافظه اللي انا كنت حاطاها في الارض، وابتديت اجيب بقى كده المقشه، كنست كده الارض كويس جدا عشان لو فيها حاجه. عايزه بس الدنيا تبقى نظيفه، ما كنتش هقدر بصراحه اشيل سجاد خالص ولا هقدر اشيل اي حاجه. هي بس حتى ان انا لما شلت السجاده لقيت السيراميك ما فيهوش تراب اصلا يعني. انا ببقى مقفله اصلا البلكونه كويس على اساس ان هي ما تدخلش تراب. مسحت كده كمان من تحت السجاده، مسحت من تحت السجادة، ومسحت بقى كده بشرشوبة الاماكن اللي باينة، وهبتدي بقى ارجع. مسحت بقى زي ما انتوا شفتوا اي حاجة بقى، اي يعني اللي هو السيراميك اللي باين برضو مسحته زي ما انا قلت لكم كده، ورجعت بقى كده السجادة مكانها، وهروح بقى اجيب الحافظة علشان خاطر افرشها وكده. عارفين والله كنت في قمة انبساطي ان انا خلصت الجزء دوت وخلصت منه، طبقت الغسيل وحطيته في الدواليب، وخلصت بقى الجزء ده. كان الجزء بقى اللي عند السفرة وكل حاجة كان متظبط، ولكن كان عايز تظبيطه شوية، بس قلت لا انا هسيبه دلوقتي كده، ادخل بس على المطبخ علشان خاطر عارفين اللي هو انا ممكن ادوخ في اي وقت او جنبي يوجعني في اي وقت، اكون مخلصة بس الحاجات المهمة يعني. فكانت بالنسبة لي هي دي بقى الحاجات المهمة اللي كانت لازم بقى تخلص. لكن جزء الصلاة ده هيتكنس كده بسرعة، مش يعني مش هياخد مني مجهود جامد. فقلت بقى خلاص اخلصه كده، يعني اخلص ده بس المهم وبعد كده اشوف هعمل ايه. هنا بقى مسحت كده الترابيزه كده وظبطتها كده كويس، وهبتدي بقى ان انا ارفعها فوق. كانت عايزه اقول لكم تقيله عليا جدا، بس يعني الحمد لله. هنا وقعت على رجلي، بس قلت بقى مش مشكله، يعني وجعتني شويه بس مش مشكله. بس قلت بقى كده اجيب بقى برضو المفرش بتاع الترابيزه، وابتديت ان انا ارجعه كده بقى مكانه. عايزه اقول لكم ان انا زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده ان انا خدت رينج لايت من اختي، فانا كده بقى ببتدي ان انا اصور بيه. عايزاكم برضو تقولوا لي الاضاءه كده كويسه ولا ايه، عرفوني برضو. كده ظبطت بقى كده الركنه بقى. وهنا بقى يا جماعه جبت بقى المخدات دي برضو حطيتها عند الحيطه دي، بظبطهم كده مكانهم. وهنا كده الجزء بتاع الركنه كده يكون خلص معايا. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم كده في قبلها وبعد، يعني قبل وبعد، انا شفت قبل وبعد عامل ازاي. فكده بقى خلصته عشان يبقى جاهز لو اي حد جه ده يجي. بصراحه بقى رحت ده غيرت بقى كده الترنج وريحت كده شويه. حسيت بقى في اللحظه دي والله يا جماعه ان انا فعلا خلاص بقى يعني جنبي مش قادره منه خالص. بس خلاص اضطريت ان انا اقوم ان انا اجيبه. هنا كنت بقول لكم ان ده رز اسمه حبوبه ولا مش عارفه اسمه ايه والله، بقول لكم هجربه يعني واشوف واقول لكم رايي فيه. وابتديت ان انتوا ابتديت ان انتوا ابتديت زي ما انتوا شايفين كده ان انا الم بقى كده اي حاجه في المطبخ.
كده كنت عامله بقى مكرونه، علشان كده كانت تاكل، كانت عايزه مني اللي هي المكرونه الطويله دي. عملتها لها وابتديت ان انا يعني خلاص بواقي الاكل كده اجيب كيس في ايدي كده، والم بقى كده اي حاجه يعني اي حاجه حوالينا كده، علشان خاطر بس ايه اظبط الرخامات. يعني عارفين برضو اللي هو بشتغل وانا ايه خايفه بس ان انا ما اقدرش ان انا اكمل. انتوا شايفين هي واصله معايا لايه، ما اقدرش ان انا اكمل الحاجه اللي انا بعملها. فاللي هو لا، انا عايزه اظبط الحاجه اللي باينه، وبعد كده الباقي هيمشي خلاص. يعني اللي هو ايه، مش هيبان. بمعنى يعني إن انا عايزه اشيل كل حاجه من على الرخامات، وارجع بقى كده كل حاجه مكانها. والمواعين حتى لو انا ما قدرتش اغسلها فخلاص هي هتبقى في الحوض، والمطبخ ملموم. يعني انا لما المواعين كلها في الحوض والمطبخ ملموم، ده اللي كان في دماغي. وفعلا يا جماعه ده اللي حصل معايا. اللي هو انا لميت بقى كده كل الرخام، ومسكت بقى دعكته كده، جبت بقى كده الليفه كده ودعكته بقى كده كويس، وابتديت ان انا بقى ايه بالفوطه كده امسحه، علشان مش عايزه بقى هي اي حاجه تبقى فيه كده، وعايزاه يبقى نضيف. ورجعت كده بقى الفوطه وايه، وابتديت ان انا همسحه واحط بقى كده اللاب عليه. وبعد كده اروح ايه شايفه برضو الرخامه التانية. ان شاء الله يا جماعه الفيديوهات الجايه ان شاء الله برضو هنعمل بقى حاجات كتير مع بعض في المطبخ، وفي الصاله وفي اوضه الاطفال وفي الدواليب ويعني عايزين نظبط الدنيا في الحاجات دي والله. بس دعواتكم معانا ان احنا ان انا اقدر ان انا اعمل كده كل الكلام ده كله. والله بخطط كده في دماغي، علشان عايزه بقى اقوم القناه من اول وجديد. عايزه اقولك لو انتي وصلتي معايا للجزئيه دي، اتمنى ان انتي كده ما تنسينيش باللايك، وان انتي كده تديني مشاهده كده كامله، وان انتي تدعي لي دعوه حلوه كده من قلبك انا وبنتي. علشان والله يا جماعه احنا في اشد الحاجه للدعاء منكم، ولكم بالمثل. يعني ربنا يرزقكم اضعاف 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 ما انتوا دعتوني. رحت بقى كده كمان على الرخامة التانية، وبرضه هبتدي ان انا امسحها واخلص كده كل حاجة من عليها، واشيل اي حاجة فيها علشان تبقى برضه نضيفة ومفيهاش اي حاجة. عايزة اقول لكم ان احنا هنا وصلنا للجزئية دي، يعني مكنتش هقدر اكمل معاكم كمان غسيل المواعين، لان انا للاسف وده ما كانش من طبعي. بس زي ما انا قلت لكم لازم تعدي كده على الواحد مرحلة كده او وقت من عمره، يعني مش هيقدر يعني يتعامل زي ما كان بيتعامل. يعني بيجي وقت لازم تحصل حاجة. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انا ما كنتش قادرة بصراحة ان انا اغسل المواعين، وسبتها لتاني يوم لما رجعت بقى من الشغل غسلتها. بس كنت بقى ايه خلاص ظبطت بس المطبخ وخليته كده حلو، هو بس ايه المواعين كان بقى في الحوض وخلاص. يعني كنت بقى خلاص قفلت المطبخ كده على كده، وقلت بقى بص انتوا عارفين انا وصلت بيا لايه، ان انا وانا واقفه برضو خلاص اللي هي بحط عليها الاطباق اسمها ايه هقول لكم، والله ما فاكره اسمها. المصفى يعني بتاعه الاطباق، رجعت منها كل حاجه علشان ايه اصفي عليها تاني، وعلى اساس ان انا هغسل مواعين. وفعلا لقيت جنبي بيوجعني جدا وما قدرتش ان انا اغسل المواعين، وكنت قفلت بقى الكاميرا وخلصت على كده. فيديو النهارده خلص، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، استنوني في فيديو جديد بكره ان شاء الله.